كل واحد ليه حاجه معينه كده بيحب ياكلها لجوع اخر الليل. انا المكرونه دي من اكتر المكرونات اللي بحب اعملها بالليل، سواء باللحمه او الجمبري او الفراخ. حاسه ما بتاخدش اي وقت، ما بتاخدش مواعين كتير، هي في طاسه واحده وبيكون طعمها تحفه. اول حاجه انا سلقت المكرونه في نفس الطاسه اللي انا هشوح فيها الجمبري والخضار. اي نوع مكرونه بقى عندكم، فيتوتشيني او سباجيتي، ورشيت عليها شويه ملح. هنحضر بقى الصوص. طبعا الكميه دي لفرد واحد اللي هو انا. هضيف شويه من الصويا صوص قد معلقه كبيره، وبعد كده لو احتجت هزود. انا عايزه اقول لكم المكونات دي كلها بالسنس كده. ضفت كده نقطه صغيره من الخل ومعلقه من الكاتشب الحار، وبرده لو احتجت في الاخر هزود. والمكون الاساسي بقى هو الهوت صوص. بحط منه حبه حلوين كده، وبعدين هنزل كده بطرف المعلقه الكبيره من النشا عشان مش عايزاها تتقل قوي، وربع كوبايه من الميه. هقلبهم كويس مع بعض وكده بقت جاهزه. انا هنا بعد ما قلبت احتجت ان انا اضيف شويه كمان من الكاتشب فضفت. تقدروا كمان تضيفوا عسل او سكر، بس انا ما ضفتش، استكفيت بس بالمكونات دي. هرجع بقى للمكرونه بتاعتي، لقيتها اتسلقت وبقت كويسه جدا. هصفيها بقى واشتغل في الجمبري والخضار. ضفت في نفس الطاسه شويه من الزيت، وده بقى طبق الخضار اللي انا كنت محضراه. انا هضيف كله على بعضه ومش هشوح حاجه قبل حاجه. عندي هنا بصل وجزر وجمبري وفلفل اخضر وثوم. تقدروا تستبدلوا الفلفل الاخضر بالفلفل الالوان بيكون احلى، وتقدروا تستبدلوا الجمبري بالفراخ واللحمه. لو استخدمتوا فراخ او لحمه، نفس الصوص اللي احنا هنحطه على الجمبري هو هنحطه على اللحمه والفراخ. هشوحه كويس جدا لحد ما الجمبري يغير لون وكمان الخضار يدبل شويه، وبعدين هضيف عليه الصوص اللي احنا كنا محضرينه. هقلب بقى كل ده مع بعض، وبعدين هضيف المكرونه واقلبها تقلبتين، وبعدين اطفي. وبكده تكونوا حضرتوا احلى طبق مكرونه ممكن تاكلوه.